بداية، أعرفكم بنفسي. كروياي هلال أحمد، مدرب وحكم دولي برياضة المواي تاي، وخبير مؤسس لرياضة المواي تاي في الوطن العربي، ومؤسس المواي تاي في أكثر من دولة عربية، سواء في الأردن أو في السودان أو في مصر. والحمد لله رب العالمين، أحمد ربنا شكر فضله. احنا بنشتغل مواي تاي من سنة 98 بفضل الله تعالى. عملنا دورات كتيرة جدا، سواء محليا أو دوليا، واشتركنا في تأسيس أكثر من اتحاد، آخرهم الاتحاد الإماراتي للمواي تاي والكيك بوكسينج. بفضل الله تعالى الحمد لله، قمنا بتحكيم بطولات كثيرة جدا في المواي تاي والكيك بوكسينج على مستوى الدول العربية أو على مستوى العالم بفضل الله تعالى. آه، تقريبا الحمد لله رب العالمين بفضل الله تعالى، ما فيش حد في مصر يشتغل مواي تاي إلا ويكون نازل تحت إيدي مهما كان منصبه. ولكن الرياضة زي ما انتم عارفين دلوقتي في الوقت الحالي، هي رياضة اللي معاه يقدر يجيب شهادات أو يقدر إن هو يترقى بدرجات زي ما هو عايز. المفترض إن أنا آخد ماستر من 2016، ولكن طبعا لازم أروح أجيبها من تايلاند. ولما لقيت إن الدرجة الماستر مش هتفيدني بحاجة، بصراحة ما رضيتش أروح أجيبها. ده مختصر للسيرة الذاتية بتاعتي. طبعا آخر حاجة أسستها كان تأسيس الاتحاد المصري للمواي تاي في 2020، وقمنا بعمل أول 3 دورات تدريبية وتحكيمية كتأسيس للاتحاد المصري للمواي تاي. بعدها قمنا بتأسيس التحكيم، مجال التحكيم، وقام مستر رفعت جابر بتأسيس التدريب في باقي الدورات اللي بعد كده لحد يومنا هذا، والحمد لله رب العالمين. ده تقريبا مختصر السيرة الذاتية بتاعتي في رياضة المواي تاي. في رياضة أخرى ولكن مش ليس مجال الكلام فيها. النهاردة جايين نتكلم بإذن الله تعالى على بداية تاريخ المواي تاي، وإنشاء رياضة المواي تاي على مستوى العالم. بنقول إنها بداية بدأت تقريبا في القرن السادس عشر. كان في وقتها في أكثر من رواية بتقول إن هي كانت رياضة في الشارع تايلاندي، أو في دولة سيام اللي هي أصل تايلاند. وكان فيه قتال بين منطقة اسمها البرميين ومنطقة سيام، وتم الاحتلال دولة سيام في هالوقت. وإن قام قائد الجيش دولة سيام إن هو يقاتل أو يدافع عن بلده، بأنه يقاتل. كان في مراهنة جامدة جدا إنه يقاتل 10 من البرمانيين، وكان مقابل إن هو يفوز عليهم، إن هو يقبل أو يضمن استقلال بلاده. وبالفعل قدر إن هو يقود هذه المعركة منفردا برياضة المواي تاي، وقدر إن هو يتفوق على 10 من أشاوس المقاتلين البرميين، واستطاع إن هو ينول استقلال دولة سيام. واليوم ده يوم تاريخي موجود في تايلاند. 17/3 من كل سنة بيتم احتفال بيوم الاستقلال التايلاندي، وبهذه المعركة الكبيرة اللي تمت فيها الاستقلال. دي إحدى الروايات اللي هي الأقرب للصدق يعني. في روايات أخرى بيقول لك إن كانوا بيختاروا مجموعة من المقاتلين يدافعوا عن الفيل اللي راكب عليه الملك. وكان طبعا المقاتلين دول بيمارسوا رياضة المواي تاي، وكان لازم يكون مقاتل قوي جدا عشان يقدر يدافع عن الفيل اللي هو ما بيقدرش يدافع عن نفسه، والملك بيكون راكب فوق منه. دي الرواية الثانية. الرواية الثالثة إن كانت الرياضة بتلعب في شوارع
تايلاند بطريقة سرية، وكان ملك البلاد بيتخفى ليلا ويتحرك في بين البلاد ويقاتلهم في الرياضة ديت لحد ما اتعلمها، وقدر إن هو يطلب استقلال بلاده بالرواية الأولى اللي احنا حكيناها. دي الروايات دي كلها ثابتة في رياضة المواي تاي. نقول أول بطولة مواي تاي رسمية على مستوى العالم كان سنة 1945، بطولة العالم الأولى المواي تاي. ونقول إن أول تجمع دولي وعالمي كان في هذا السنة. بعدها استطاع إن هو ينشروا رياضة المواي تاي، وبدأت يتم فيه حاجة اسمها كيك بوكسينج على مستوى العالم. الكيك بوكسينج بدأ إن هو ياخد رياضات مختلفة من جميع الرياض من جميع الألعاب القتالية، فأخذ رياضة المواي تاي من ضمن الرياضات اللي هي ضمها تحت أسلحة بتاعته، واستطاع إن هو يعمله أحد أساليب الكيك بوكسينج اسمه أورينتال أورينتال كونتاكت. وأورينتال كونتاكت ده عبارة عن رياضة المواي تاي كاملة، وانتشرت وكان لها صيت عالي جدا لحد سنة 2000 لما الاتحاد الدولي للمواي تاي قدر ان هو يرفع قضية على اتحادات الكيك بوكسينج، وفصل رياضة المواي تاي عن رياضة الكيك بوكسينج في هذا الوقت، وأصبح من وقتها ممنوع أي اتحاد كيك بوكسينج يمارس رياضة المواي تاي إلا عن طريق الاتحاد الدولي. ولكن اتعمل بديل له اللي هو ستايل الكي 1 اللي كلنا بنعرفوه حاليا، واصبح مشهور في اتحادات الكيك بوكسينج. نقدر نقول ان اول تجمع دولي للهواة في رياضة المواي تاي كان سنة 2001 في تأسيس الاتحاد الدولي للمواي تاي إفما. وطبعا كان موجود طبعا دولنا العربية أكثر من دولة موجودة، وعلى رأسهم دولة لبنان والمغرب كأقوى دولتين في رياضة المواي تاي في هذا الوقت. بعدها طبعا بدأ الانتشار في أكثر من دولة. وأنا مقيم في الوقت ده في الأردن. تقابلت مع رئيس الاتحاد العربي لرياضة المواي تاي جراندي ماستر سامي قبلاوي، رئيس الاتحاد اللبناني. واتفقت معاه إن إحنا نأسس رياضة المواي تاي في الأردن، وعملنا أول لجنة مواي تاي في الأردن سنة 2004، كنت أنا المؤسس ليها، واستمرينا فيها ونزلتها لمصر في هذا الوقت في تأسيس الاتحاد العربي للمواي تاي سنة 2004. ونزلت كورقة تسجيلية للاتحاد المصري الملاكمة إن رياضة المواي تاي موجودة تحت مظلة الاتحاد المصري للملاكمة، ولكن طبعا بدون أي كرسي شرفي بالاتحاد العربي. ولذلك وضعت هذه الورقة في الدرج ولم تستعمل لحد ما نزلت أنا في 2006 وبدأت أسعى في تأسيس رياضة المواي تاي في أكثر من محافظات مصر. ومشينا في طريق إن احنا ننشر رياضة المواي تاي في مصر. في 2007 نزلت على السودان، أسست الاتحاد السوداني للكيك بوكسينج والمواي تاي، وأسست المنتخب السوداني، وربنا أكرمنا والحمد لله رب العالمين. بقى في عندهم هناك منتخب للكيك بوكسينج ومنتخب المواي تاي وكادر المدربين وكادر الحكام. قعدت هناك شهرين كاملين. بعدها نزلت مصر وبدأت مسيرتي إن أنا أسس الاتحاد المصري للمواي تاي، وكانت عبارة عن لجان متفرقة تحت مظلة الاتحاد العربي للمواي تاي. سنة 2012 عملنا بطولة العرب للمواي تاي في مصر في مدينة شرم الشيخ، وكانت بطولة قوية جدا شارك فيها 12 دولة عربية، منهم تونس والجزائر ومصر والمغرب ولبنان وفلسطين والأردن والعراق وأكثر من دولة، ولكن لا أتذكر باقي الدول. والحمد لله رب العالمين كان مصر ترتيبها الرابع في هذه البطولة الحمد لله.
في 2020 تم تأسيس الاتحاد المصري للمواي تاي تحت رئاسة الأستاذ محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي. وتقريبا الكلام عن هذه الرياضة. آه، في سنة حاليا في الوقت الحالي، عفوا مع حضرتك العطل. بعد كده إن شاء الله رب العالمين نتكلم على ستايلات المواي تاي. في عندنا في المواي تاي طب كابتن سوري يا طبعا. كابتن هلال، معلش، هو تعريف المواي تاي بس. نعم. طيب، المواي تاي عبارة عن رياضة التسع أسلحة، والتسع أسلحة اللي هم بوكسين، واثنين البو أو الكواع، وعندنا الركب، اثنين ركب، واثنين رجل كيك، وكلينش، يبقوا تسع أسلحة، أو الثمان أطراف هم نفسهم، ولكن طبعا بيقال عليها ثمان أطراف لأن في طبعا ما فيش كلينش. رياضة الماي تاي هي رياضة قتالية من أشرس الرياضات اللي بنقول عليها على مستوى العالم حاليا في الوقت الحالي. وبنقول إنها بتجمع بين المسك مع الضرب، ماشي، إن الضرب العنيف اللي بيركز فيه على البوينت. فرياضة الماي تاي البوينت فيها ما بيتحسبش إلا إذا اتحرك الخصم من مكانه، يعني مش مجرد الضربة العادية إنها تحسب بوينت في رياضة الماي تاي. طبعا فيه اكتر من ستايل للمواي تاي زي ما قلنا. في عندنا مواي تاي الحلبات، وفي المواي تشايا برضه نظام الحلبات، ولكن بيستعمل فيها جزء من المصارعة، نزول على الأرض للحظة، بتسمى مواي تشايا. في ستايل بعد كده اسمه مواي بوران، والمواي بوران هو رياضة المواي تاي التقليدية، وهي بتتم عن طريق اثنين لاعبين او اكثر من فريق واحد، وبيمثلوا قتال مع استعراضي، ماشي. بعد كده في عندنا الواي كرو، والواي كرو هي الرقصة الاستعراضية الخاصة بمراسم نقدر نقول تشريف اللاعب جوه الحلبة، ماشي. وديت بتكون عبارة عن رقصة خاصة برياضة المواي تاي، بتنم عن ثقافة الرياضة مع بعض الاسترتشات وتهديد الخصم أثناء قبل القتال. بيجي بعد كده في عندنا حاجة اسمها المواي ماي ماي، مواي ماي ماي. المواي ماي ماي هو أسلوب من أحد أساليب المواي تاي، وهو دفاع عن النفس. والمواي ماي تاي ده عبارة عن دفاع عن النفس، عبارة عن 15 تكنيك. الماماي بيسموه 15 تكنيك بيتحفظوا، بيتم اختبارهم، بيتم الاختبار Please keep المدربين your فيها. bags with you. Please do not leave baggage unattended. في حاجة اتفضل اتفضل، معايا مفيش واصل؟ حاجة. اه، معاك، اتفضل. ماشي، اوكي. طبعا بيتم اختبار المدربين بالاتحاد الدولي للمواي تاي عن عن طريق حفظ ال 15 تكنيك الخاصين بالمواي ماماي. بيجي بعد كده ستايل اسمه كرابي كرابونجا. والكرابي كرابونجا هو عبارة عن أسلحة مواي تاي زي السيفين القصيرين، أو الرمح والتونفا، أو السيف والبلطة، أو الرمح نفسه لوحده.
دي كلها أسلحة خاصة بالمواي تاي، موجودة في رياضة المواي تاي. يعني اختصارا يا كابتن هلال، ان المواي تاي عبارة عن 5 اساليب او نعم، 5 انواع. 5 ستايلات بالمواي اي، تاي. 5 ستايلات بيتم للمواي تاي. اتفضل. نعم، في كمان ستايل اسمه تايبو، أو نقدر نقول اللي هو ايروبكس مواي تاي. ايروبكس مواي تاي ده زي نفس ايروبكس العادي خالص، ولكن بستايل المواي تاي. بيتم عن طريق الموسيقى بتكون شغالة، وبيتم اللاعب بيعمل حركات ايروبكس بيتحرك عليها في قتال المواي تاي. طب دي اي اساليب ستايل المواي فيهم يا تاي. كوتش اللي هو اللي فيه البطولات والماتشات؟ ستايل المواي تاي الحلقات، وستايل الواي كرو، والمواي الاثنين. بوران. ثلاث ستايلات عندنا اي. بيتم المنافسة عليهم دوليا، وهو المواي تاي المتعارف عليه حاليا، والواي كرو اللي هي الرقصة الاستعراضية اللي بتتعمل قبل الماتشات، والمواي بوران اللي هو التنافس في المواي تاي التقليدية، اللي زي ما قلنا عليها بيكون 2 لاعبين أو أكثر من فريق واحد، وبيستعرضوا أساسيات وفنيات رياضة المواي تاي. اللي هو حضرتك تقصد اللي هو الاستعراض الجماعي او القتال الجماعي؟ القتال الجماعي يعتبر، أي نعم، القتال ولكن الجماعي. بيكون تمام. بالاتفاق، بيكون متفق عليه بين الفريق واحد. تمام. كابتن وال هلال بعد اذنك يعني، كابتن حماده اتفضل. بعد اذن حضرتك، يعني اتفضل. كده الاسلوب القتالي هو اسلوب واحد فقط على الرينج القتالي؟ القتال أسلوب واحد، نعم، واحد بس. اه تمام ماشي. نعم. آه في سؤال طيب، ثاني؟ في يا جماعه، يبقى كده عرفنا تعريف المواي تاي، وهو زي ما الكابتن هلال قال اللي هو 9 اسلحه، او القتال ب9 اسلحه، اللي هي الاتنين بوكس والاتنين كوع والاتنين ركبه والاتنين رجل، بجانب رقم الكلينش. 9 اللي هي الكلينش. دول التسع نعم، أسلحة. مظبوط كابتن هلال؟ نعم، نعم، إن شاء الله. تمام. طيب يبقى تعريف المواي تاي هو القتال أو اللعب بال9 أسلحة دول، اللي هو صحيح. الاتنين بوكس، اتنين كوع، اتنين ركبة، اتنين ضربات القدم الرجل، نعم، والرقم 9 الكلينش. دول التسع نعم. أسلحة وخلاص. تمام. ماشي، اتفضل يا كابتن هلال. طبعا في اختلافات بتتم، اختلافات تختلف في الأعمار السنية. هنقولها إن شاء الله في شرح القانون بإذن الله تعالى، إن كل فئة سنية أو كل فئة عمرية بيكون لها مستوى خاص بالضربات. ماشي. يعني مثلا قلنا مثلا تحت 11 سنة مفيش ضرب على الوش ده أصلا مطلقا، وليكن. ماشي. وهكذا يعني. وبعد كده كل سن بيكون له ضربات معينة، أو مستوى معين للضرب. واضح؟ تمام. ده بالنسبة لشيء من العلم بالشيء، يعني إن شاء الله هنشرحه بالتفصيل في اليوم الخاص بالقانون، قانون التحكيم. عايز أقول إن رياضة المواي تاي بتعتمد على كتلة عضلية قوية جدا، بنسميه اللاعب الفولاذي، أو أنا بسميه عن نفسي اللاعب البلدوزر. اللاعب البلدوزر، لأن لاعب المواي تاي لاعب لا يتراجع للخلف مطلقا، لاعب دايما في تقدم، بيضرب بكل قوة، وبيزيح الخصم من قدامه. يعني مش بيضرب بس، يعني ما بيقفش الأمر عنده على إن هو يضرب مجرد يضرب الخصم، لا. الأصل إن هو نقدر نقول إن هو لازم يحرك الخصم مكانه. يعني الضربة لازم يكون فيها بوش، الضربة لازم يكون فيها بوش. وده شيء قوي جدا في رياضة المواي تاي، ويمتاز عن أو يختلف عن رياضة الكيك بوكسينج
اللي فيها طبعا فوت وورك سريع، وفيها رشاقة في الحركة، وفر وكر، ودخول الأمام ويرجع لورا، وهكذا يعني. أما الماي تاي إلى حد ما بيكون اللاعب دايما من ثبات، بيتحرك من ثبات، حركته ثابتة في الأرض. جسمه لازم يكون قوي جدا لتحمل الضربات وتحمل رد الفعل، لأن احنا على قد ما ضربات الماي تاي قوية، على قد ما دفاعاتها ايضا برضه هتبقى قويه ان شاء الله، زي ما هنشرح باذن الله تعالى في القادم. بتمتاز بالضربه نقدر نقول فول باور، ماشي. زائد ان البوش اساسي في ضربات المواي تاي، حتى ان الخصم لو حط بلوك او دفاع لاي ضربه من ضربات، ممكن ياثر عليه بالبوش اللي تخليه يتحرك مكانه، وبالتالي يكتسب اللاعب البوينت المطلوب. واضحه دي؟ تمام يا كوتش. نقول مثلا طبعا احنا حاليا في الوقت الحالي، يمكن احنا شغالين حاليا دلوقتي، وفي بطولة التضامن الإسلامي شغالة في السعودية حاليا في الوقت الحالي، في رياضة المواي تاي. طبعا الاتحاد المصري للأسف مش مشارك لأسباب الله أعلم إيه هي، مش مشكلتنا. ولكن احنا هنقول إن هي طبعا رياضة المواي تاي أصبحت دلوقتي منتشرة في كل دول العالم، وبتعمل لها بطولات خاصة قوية جدا، سواء محليا أو عربيا أو دوليا. وطبعا دولة الإمارات حاليا بتنافس تايلاند وبتنافس إنجلترا في إنها تستحوذ على الاتحاد الدولي لرياضة المواي تاي. بعد ما استحوذت على الاتحاد الدولي لرياضة الجيجيتسو، بتسعى دلوقتي جاهدا إنها تأخذ الاتحاد الدولي لرياضة المواي تاي، بعد ما أخذت الاتحاد الآسيوي لرياضة المواي تاي. وطبعا دي كلها حاجات نفوذ طبعا خاص بالامور السياسيه والكلام ده مالناش دخل بيه احنا. ولكن احنا بنقول ان طبعا ده لو وصل الامر عندنا ان شاء الله رب العالمين، ان دوله زي الامارات اخذت رياضه المواي تاي، او اخذت اتحاد دولي المواي تاي، اكيد طبعا هيبقى فيه تطور كبير جدا في الرياضه، وفي ازدهار لرياضه المواي تاي. لان احنا حاليا الحمد لله رب العالمين يعني لما بيحصل بطوله زي مثلا كان عندنا في بطوله عالم السنه دي للمواي تاي في الامارات. يعني مش هتصدقوا ان كان فيه وجود لدول كتيره جدا شاركت فيها. طبعا لان الامارات مش زي اي دوله. الامارات لما بتعمل بطوله عندها ب- بتخلي كل شيء مجانا، دخول اللعيبه مجانا، والاتحادات تخش مجانا، حتى عضويه الاتحاد بتبقى مجانيه كله على حساب الاتحاد الاماراتي. زائد انها بتقدر تعمل بطولات مختلفه. يعني مثلا دلوقتي شفنا السنه دي اول ظهور لاخواننا المعاقين ذهنيا في رياضه المواي تاي في بطوله العالم، وده اول مره ظهور لهم ان هم يظهروا الشباب المعاقين ذهنيا في رياضه المواي تاي في بطوله العالم، وكان لهم اول مره يشاركوا فيها المره دي. زائد انهم عملوا استعراضات في الكرامي كرابونجا في بطوله العالم المره دي، مع بطوله خاصه للمواي بوران كامله، وبطوله خاصه للواي كرو كامله. فده كان يعني لحد ما تطور جامد جدا. قدر الاتحاد الدولي ان هو يستغل فيه وجود الامارات كمستضيف لبطوله العالم السنه دي. فطبعا نامل ان شاء الله رب العالمين في القادم ان يقدروا ان هم يقنعوا او ان هم يستحوذوا على الاتحاد الدولي المواي تاي، حتى ان احنا نستفيد جميعا في تطور رياضه المواي تاي. اوكي. طب عربيا يا كابتن هلال، حضرتك ما ذكرتش انشاء الاتحاد العربي للمواي تاي. انشاء الاتحاد العربي للمواي تاي انشئ سنه 2004 بدوله لبنان، وكان رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي جراند ماستر سامي قبلاوي، وتم التأسيس في بيروت في 2004. وفي نفس السنة زي ما قلت أنا يمكن في المحاضرة من شوية إن إحنا نزلت كتاب رسمي
للاتحاد المصري للملاكمة، اللي هو كان في وقتها مستحوذ على رياضة الكيك بوكسينج. طبعا التواصل معايا كله في وقته، وتم اختارهم ان احنا عايزين نأسس رياضة المواي تاي. وبالفعل ارسلوا اثنين مصريين على اساس يشاركوا في تأسيس الاتحاد العربي للمواي تاي. وبالفعل أسسوا الاتحاد العربي للمواي تاي، ولكن ما قدروش ان هم يحصلوا على كرسي خاص بالاتحاد العربي. وتم إنشاء الاتحاد العربي طبعا لحد سنة 2018. حصل انتخابات في 2018، وتم تغيير الاتحاد العربي من بيروت للإمارات، اللي هو حاليا رئيس الاتحاد العربي للإمارات السيد عبد الله النيادي، رئيس الاتحاد الإماراتي للمواي تاي والكيك بوكسينج. وده ايه السبب يا كابتن اللي اتحول من لبنان للامارات؟ هل عشان مثلا دفعوا فلوس؟ أكيد طبعا، لا خلاف في ذلك. هو حصل لوبي بين أكثر من دولة، مم. على رسوم الإمارات وكم دولة يعني كده، بلاش بدون ذكر أسماء. ماشي، إن هم يستخلصوا الاتحاد العربي من لبنان. طبعا جراند ماستر سامي قبلاوي يعتبر رابع أربعة على مستوى العالم حاليا، يعني من أكبر أربعة على مستوى العالم في رياضة المواي تاي. تمام. والوحيد اللي خارج تايلاند مع درجة جراند ماستر فوق ال 16. ماشي، فوق درجة 16. طبعا خارج تايلاند، لأن تايلاند عاملين ليفل معين ممنوع أي حد يتخطاه خارج تايلانديين. اجانب وصل يعني. له الاجانب. لجراند ماستر، وصل الأجانب طبعا بصفة عامة. فوصل له الحمد لله جراند ماستر سامي قبلاوي، وتعدى الخط ده، واصبح من ضمن اكبر اربعه على مستوى العالم بيقدروا ان هم يكونوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمواي تاي. نعم. هو ما عنده نشخ برجلي. هو راح الحال تقيت تلبس من الوقت من الاول لبس هيا. هيا اسمع هيا اسمع. هي 48. ها اوفر هاند ها ضربها هنا في الوجه ولا في الراس. تمام اوفر هاند. شفنتي بالجاب باش تدخل باوفر هاند. فوالا. هيا صيد بها كيعود طويله عليك، اربح هنا انا ما رايحش معك. كيعود طويله عليك شون كيسين ميدل كيك وتدخل بالاوفر هاند. هيا هيا اخدم التكنيك اللي كنا نخدموا فيها. آه، السلام عليكم. وعليكم السلام كابتن محمد. عليك السلام. عليكم السلام. طب يعني يا كابتن هلال، اذا مثلا سوري معلش، هو البرنامج بيفصل كل 45 دقيقة. نعم. اذا حبينا نختصر الموجز كده لتعريف المواي تاي في جملة يعني سهلة بسيطة نعرفها عشان نيجي نعلمها للعيبة، لأن كل المدربين موجودين، وكله عايز زي حاجات بسيطة تقدر نعلمها
للعيبه. يعني انا كمدرب لما اجي اعلم اللاعب واجي اقول له المواي تاي هو عباره عن 9 اسلحه، فطبعا واقعد اشرح له، فده بيبقى تعريف صعب شويه او تعريف، سوري معلش. فلو جينا نقول تعريف مبسط، فايه ممكن حضرتك نقدر تقوله نقول لنا ان مثلا؟ طيب. نقدر نقول ان رياضه المواي تاي هي رياضه الثمان اطراف. الثمان اطراف. 8 اطراف، اه. بستعمل كل اطراف جسمي في القتال. حتى ان في بعض في بعض الممارسات الاحترافيه في البروفيشنال ان بيستعملوا الراس. بيستعمل الراس كضربه كاداه ضربه، كاداه ضاربه. ماشي، ان اللاعب يضرب براسه في الفايت. ماشي. وفي يا- بعض الستايلات زي المواد شاية مثلا ولا حاجه بيستعملوا فيه اسلحه. مم. ماشي. بس دي طبعا الحاجات كلها بتتعمل تحت السلم زي ما بيقولوا، بطريقه غير شرعيه او غير قانونيه، في اماكن طبعا مغلقه وحاجه زي كده. طيب. ولكن احنا يعني. بنقول ان هي لعبه الاطراف الثمانيه. مم. ماشي. البوكسين، الاثنين كوع، المرفقين. ماشي. الركبتين، الاثنين كيك يعني او بستخدم رجلين. كل جسمه، هو ما عادش غير الصدر كل اطراف بس، جسمه. مش عارف بالظبط. نعم. تمام. نعم. نعم. وال وستايلات المواي تاي حضرتك قلت عددهم 5، فيهم واحد بس اللي هو نعم. اللي احنا بنشوفه حاليا، اللي هو الستايل بتاع اللي القتال. نشوفه حاليا على الساحه اللي هو المايت اي. نعم حاليا. نعم. اه، نعم. وفي يعني ستايل قتال وان اللي احنا بنشوفه. وان كان في دلوقتي حاليا حاجه ظهرت جديده دلوقتي بيسموها MMA سترايكنج. ام اي ام ام نزل اي ستايل جديد سترايكنج. يعني؟ لا دلوقتي نوع من الاحتيال المنظمات الام ام اي ان يعملوا حاجه اسمها ام ام اي سترايكنج. مفيش جوجيتسو. مفيش جوجيتسو، بيبقى عباره عن واي تاي بس. طيب ايه الفرق يعني؟ اه. بيفرق ان هو بيلبس كلابز مفتوح زي بتاع الام ام اه، اي. اي. صح. ماشي. وبيلعب داخل القفص، فبيكون التايم اكبر من التايم الطبيعي بتاع الماي تاي. يعني احنا قلنا مثلا الماي تاي بيلعب جوله 3 دقائق، في الام ام اي سترايكنج بيلعب 5 دقائق. تمام. اذا قلنا مثلا بيلعب على حزام في الماي تاي 3 جولات او 5 جولات في 3 دقائق، بيلعب في الام ام سترايكنج 5 دقائق في 5 جولات داخل القفص. فبيكون التايم مفتوح اكبر من كده. تمام. فده فلحد ما يعني الامر بيكون اقوى بكتير طبعا. ولكن ده كله بيكون احتيال في رياضه المواي تاي او في نشر رياضه المواي تاي على مستوى العالم. طب لو قلنا يا كابتن هلال، آه في المواي تاي، اذا مثلا بالنسبه لحضرتك يعني، نعم. كمدرب، ايه اول حاجه او النصايح اللي ممكن المدرب لازم يتبعها في التدريب المواي تاي كبدايه؟ لسه مدرب جاي جديد، لسه عايز يعرف ايه النصايح نعم. الاوليه اللي لازم يكون عارفها لتدريب المواي تاي. والله رياضه المواي تاي هي رياضه اولا بتعتمد على الثقه بالنفس. دي الحاجه الثانيه الثقافه نقول الثقافه البدنيه لرياضه المواي تاي. لان زي ما قلت لك انا قبل كده لاعب مواي تاي هو لاعب فولاذي في المقام الاول. بيعتمد على الجسد القوي جدا، زائد بيعتمد على الهجوم المباشر وعدم الرجوع للخلف. الفوت وورك الى حد ما قليل جدا في رياضه المواي تاي. بيعتمد اساسا على ان يكون الثقه بالنفس عاليه جدا. المحاور عنده تكون قليله، زائد ان هو لازم يكون عنده شمول برياضات اخرى زي الكيك بوكسينج او تايكوندو او الالعاب المشابهه.
كابتن حماد دلوقتي هو بيتكلم المدرب ليه درجات زي تقريبا زي الاحجمه كده صح؟ يعني مثلا هو بيقول انا طبعا. في الماستر في جراند ماستر، فاحنا في طبعا مدرب فيه درجات، فعايزين نعرفها برضه لو في درجات في التدريب. والله التدريج الدرجات في المواي تاي الى حد ما هي شرفيه. قد ايه انا بخدم رياضه المواي تاي، قد ايه بيتم ترقيتي كمدرب. تمام. اما في حاجه اسمها ترقيه نقول محليه داخل الاتحادات المحليه، وهي مدرب مثلا فئه سي، فئه بي، فئه اي، فئه عربي، فئه دولي، وهكذا. ولكن احنا لما نقول درجات المواي تاي اللي هو زي مثلا زي احزمه الكيك بوكسنج كده مثلا، يعني بيوصل اللاعب لمرحله الممكن. طبعا بيسموه الحزام اللي هو بتاع المواي تاي بيطبق على الراس، بيسموه الخان او الممكن. طبعا هم كلهم حوالي 26 درجه على مستوى العالم. من اول الدرجه العشرة اللي هو بنسموه الممكن الاحمر، بيبدا اللاعب يكون مساعد مدرب، وبعدها بيقدر ان هو يكون مدرب في الدرجه اللي بعدها اللي هي الاحمر ابيض. بنقول ان هذه دي كلها حاجات بتكون شرفيه، يعني قيمتها الى حد ما بتظهر بقد ايه المدرب ده بيقدر ان هو يساعد رياضه المواي تاي، وبينشر رياضه المواي تاي ومجهوداته المحليه او الدوليه في نشر رياضه المواي تاي. نعم. طب في ليها تحية للعب وآخر اللعب اكيد طبعا لا تحيه طبعا. بشوفهم. في رياضه المواي تاي في تحيه خاصه للمواي تاي، ان بيحط ايده كده بالشكل ده كده، وبيقول سواتي كاب. والسواتي كاب هي يعني زي كلمه سلام باللغه العربيه، مش اكتر. بنمشي عن اكتر من كده. هي كلمه سواتي كاب. البنات بيقولوا سواتي كا، لان في تايلاند طبعا البنت بت بتقص اخر كلمه من الكلام، فالبنات بتقول سواتي كا. ماشي. في ثلاثه تدريجات لكلمه سواتي كاب. سواتي كاب بتكون لما يكون اثنين في نفس المستوى، بتبقى صبع الابهام عند المنخار بالشكل كده وكده، يقول سواتي كاب. إذا كان اللي بيدي التحية للي قدامه أقل منه، إذا كان بيدي تحية لواحد أقل منه، بيحط إيده عند الدقن هنا وكده مش كده، ماشي، ويقول سواتي كاب. إذا كان اللي بيدي تحية بيديها لواحد أعلى منه، بيحط إيده هنا فوق الراس ويقول سواتي كاب. فعندنا 3 درجات. ولكن في العام لو احنا نظرنا لجماعة في تايلاند، الامور دي كلها مش ذو اهميه عندهم، لان هم يهمهم في المقام الاول هو الاحترام والتقدير بينهم وبعض. فبالتالي مش فارقه معاهم اذا كان اللي حط ايده في الوسط او فوق او تحت. ماشي. دي تحيه المواي تاي سواتي كاب. طب في نعم. حد عنده سؤال تاني يا جماعة فيما يخص تعريف المواي تاي، فيما يخص ستايلات المواي تاي، فيما يخص تاريخ المواي تاي؟ لأن محاضرة اليوم عبارة عن الثلاث موضوعات دول: تعريف المواي تاي، ستايلات المواي تاي، تاريخ المواي تاي. فأي سؤال فيهم ممكن يتفضل، لأن هيبقى كل محاضرة ليها بروجرام معين في موضوعات هنتكلم فيها. النهارده في تعريف والستايل. انا اتفضلي. كابتن بعد اذنك. اهلا كابتن هلال، اهلا كابتن حماده. كنت بس عايزه اعرف حاجه في ستايلات المواي تاي. حضرتك قلت ان في ستايل عن الدفاع عن النفس اللي هو تقريبا 15 تكنيك. كنت عايزه اعرف ايه معي. تبع الكورس ده وازاي اوصل لحاجه زي كده. انا كنت مهتمه جدا ان انا ابقى مدربه دفاع عن النفس. والله هو ستايل المواي ماي ده حاجات بتبقى ستايل موجود، حتى لو دخلت على اليوتيوب هتلاقيه موجود ان شاء الله، ونحاول ان شاء الله ننزل لكم باذن الله تعالى. هو 15 تكنيك باذن الله. موجودين.
اه 15 تكنيك موجودين، دول بيتحفظوا، واصلا ما بتختبرش بيهم غير في تايلاند، مش بره تايلاند. يعني حتى لما يتم اه. اختبار خارج تايلاند ما بيعتمدوش الماي مواي، ماشي، ما بيعتمدوهوش اصلا، ولكن بيتم اعتماده بس فقط داخل دولة تايلاند. طيب. اه. لكن هو موجود على اليوتيوب، ان شاء الله نحاول اجيبه لكم ان شاء الله رب العالمين، وانزله لكم ان شاء الله باذن الله في القريب. بإذن الله. شكرا يا كابتن. يا ريت يا كابتن. حياك الله ان شاء الله. السلام عليكم كابتن هلال. السلام. اتفضل. عليك السلام السلام عليكم وبركاته. كابتن اتفضل. هلال. عليكم السلام بقول وبركاته. لحضرتك رياضة المواي تاي هي لجميع المراحل السنية. نعم. الفئات العمرية بتبدأ من عمر كام؟ وبعد إذن حضرتك السلامة للمراحل الفئات العمرية الصغيرة، لأن أنت حضرتك عارف إن في ضربات كوع، طبعا. فالسلامة المستخدمة في الاستايلات في ستايل القتال والله للفئات العمرية الصغيرة. موضوع السلامه احنا هنشرحه ان شاء الله في القانون. موضوع السلامه عامه لرياضه المواي تاي هنشرحه في القانون، لان القانون بيشرح ايه الاعمار السنيه، وبيشرح كل فئه سنيه فيها ضربات ايه، وايه الواقيات اللي بيستعملها اللاعب اثناء الماتشات. شكرا كابتن هلال. يعني هيكون في محاضرة في القانون هنشرح فيها الفئات العمرية اكيد ان والقانون شاء الله المسموح لكل فئة باذن الله تعالى. والضربات المسموحة لكل فئة. طيب ان شكرا شاء كابتن الله. هلال. شكرا. حياك الله. مرحبا. السلام عليكم. كابتن، كيف حالك؟ يعطيك العافية كابتن عليك هلال. السلام وبركاته. حياك الله. تفضل. الله يبارك فيك. إبراهيم وردي من سوريا، يسعد أوقاتك يا رب. حياك الله. مرحبا وسهلا بك. الله يبارك فيك. هلا أنا في عندي استفسار بالنسبة للأنظمة الستايلات اللي موجودة. هلا فيه نعم. الواحد إنه يلعب ضمن ستايل واحد، ولنفترض تعول الحلبة. هذا السؤال الأول. هلا كمالته بالنسبة للماي بوران أو الرقصة التايلاندية. طيب هلا سؤالي هو أثناء السجود في من ضمن الرقصة في شيء اسمه سجود. هيدي نحن أنا نعم. بالنسبة لي يعني محرمة، لأني السجود لغير الله ما بيجوز. نعم. صح. فهذا صح. الأمر نحن فينا نتجاوزه، أو كيف الطريقة، أو نعم. نعم. شو نعم الوضع ان شاء اللي الله. بيصير فيه. الله طيب. يبارك. طبعا احنا اذا اشتغلنا مواي تاي، فطبعا في بعض للاسف الشديد في بعض الناس عملاء لليهود بيننا للاسف الشديد موجودين، فكانوا بيحاولوا يمرروا في فتره زمنيه ان يكون اللحيه للحكم ممنوع تاسيا برياضه الملاكمه. طبعا انا عملت بوست، والبوست ده نشرته للاتحاد الدولي ونشرته لجميع الاتحادات العربيه والدوليه اللي هم اصدقاء ليا. والحمد لله رب العالمين اتلغى هذا المشروع، ان هو يحاولوا يخلوا الحكم يكون حليق الدقن. دي حاجه. الحاجه الثانيه، فوجئت السنه اللي بعدها كانت في بطوله العالم في ماليزيا تقريبا 23 او 22 حاجه زي كده. فوجئت الا بيجبروا اللاعب ان هو يعمل سجود اثناء البطوله. الحمد لله رب العالمين عملت بوست خاص في الاتحاد الدولي والاتحادات الاصدقاء ليا، وكلمت طبعا جراند ماستر سامي قبلاوي والاستاذ ادريس الهلالي اللي هو يعتبر عضو فعال في المكتب التنفيذي. ادريس الهلالي ده رئيس الاتحاد المغربي لرياضات المواي تاي والكيك بوكسينج والرياضات المماثله. اتكلمت معاهم الاثنين على اساس ان احنا حاجه زي كده ما ينفعش، وان ما ينفعش ان الحكم يجبر اللاعب على يعمل السجود. وبالفعل اتلغى الكلام ده، لان في عندنا في حاجه اسمها واي كرو، وفي بديل ليها اسمه رام واي. اسمه الرام واي. الرام واي هو بديل للواي كرو، عباره عن نفس الواي كرو، ولكن بدون سجود. بدون سجود. فبالتالي بيكون سهل على الناس كلها سواء المسلمين او غير المسلمين ان هو يقدر ان هو يقدم هذا الستايل. واضح؟ سؤالي اتفضل. الأول كابتن ما جاوبتني عليه، إنه فيه الواحد يختص بس خلص بالحلبة بالقتال، وما لا خصني لا أنا بأس. بالماي طبعا طبعا بوران.
طبعا طبعا لا بأس، ممكن بس تعمل ستايل المواي تاي أو مواي بوران، لا بأس. يبقى كل واحد حسب. وعلى أساسها ممكن، عفوا، ممكن على أساسها إنه يتقدم بالدراجات، ما في إشكالية عليه طبعا إذا ما طبعا لا خصه لا لا. بالماي بوران أو بالستايلات طبعا الثانية. طبعا 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 دي كلها بتبقى امور تبع اللائحه الداخليه للاتحاد المحلي. ماشي. ونامل ان شاء الله ان اخواننا في الاتحاد السوري يعني يتفهموا هذا الامر ان شاء الله رب العالمين، وكنت مش شيء يعني، لان دي كلها حاجات محليه. اذا هلا الاتحاد المحلي بالنسبة بتاع للمحلي، عفوا، مش محلي بس، محلي وعربي مثلا كمان، وبده يجي وعربي نفس للدولي، ولا الشيء نفس حصرا بده الشيء يكون كمان نفس بالدولي، الشيء. ما بده فيش ما يكون ما يعرف. ما في مشكله، ما في مشكله ان ان اللاعب يمارس ستايل واحد. بالعكس، هو ده الاصل. الاصل ان هم بيخلوا اللاعب يمارس ستايل واحد، سواء مش مواي لاعب بوران كابتن، عفوا عفوا او عفوا، مدرب. مش اللاعب، أنا عم بحكي عن مدرب المدرب. لا نعم. بأس. المانع في المانع. في عندنا في مصر موجود ناس متخصصه في المواي بوران، مدربين. في مدربين متخصصه في المواي تاي. كابتن هلال بستأذنك بس، وحاليا آسف للمقاطعة معلش. يا جماعة أنا بعت لكم اتفضل. الرابط بتاع الجروب الجديد، لأن هيتلغي الجروب القديم، وده هيبقى المسجلين بس في الدورة. فممكن أستأذنكم تنضموا للجروب بتاع الواتساب الجديد اللي نزلته في الرسائل على زوم هنا. وأنا قدامي 5 دقايق بس، ولأن مسافر طبعا في هركب طيارة. فبعد 5 دقايق هتقطع يعني هتخليني نكمل مع كابتن هلال الأسئلة بتاعتكم. بس لما يتقطع الإرسال اعرفوا إن أنا خلاص فين عيبت المحاضرة النهاردة خلصت. اتفضل نعم. يا كابتن. رياضة المواي تاي رياضة يعني الأمر مفتوح، يعني الأمر فيه سعة، سواء المدرب إن هو يمارس يدرب مواي بوران أو يدرب مواي تاي، ما فيهاش أي مشكلة. الاتحادات المحلية إن شاء الله. ايه تمام تمام كابتن، اتفضل. انا سؤالي بالنسبه للاتحادات الهلال. بالاتحاد العربي. حياك الله، بارك الله فيك. في سؤال تاني؟ سؤال يا جماعة. مشكور لكم جميعا إن شاء الله رب العالمين. وأرجو إن شاء الله المحاضرة الجاية بإذن الله تعالى تكون محاضرة أسئلة نفتح بها الموضوع أكبر من كده، وإن شاء الله خير بإذن الله تعالى. وشكرا لكم، ونراكم على خير بإذن الله تعالى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك كابتن. وعليكم السلام وعليكم ورحمة الله. السلام ورحمه شكرا لك الله. كابتن هلال. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا كابتن، شكرا. شكرا لك مع كابتن السلامة. أنا حماد. كابتن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا كابتن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أوكي يا جماعة، أنا معايا كام دقيقة كده لو حد عنده أي سؤال. حضرتك عملت الجروب؟ أنا عملت الجروب وبعت لكم يا جماعة. تمام يا كابتن.